عميد الفريق. لاحظوا كانت تمريره جيده اتجاه اللاعب حمزه بورزوق، ولكن عرفت تدخل علي عبد الجبار كوكو. امين عرباطي، فتح بوخريز. العدد ديال الجمهور الان ارتفع ازيد من 15000 متفرج حاضر الان لمتابعه هذه اللقاء. هذه محاوله، ولكن الحكم المساعد رفع الرايه معلن عن تسلل. امامنا عادل كروشي اللاعب السابق لفريق الدفاع الحسني الجديدي اللي عزز الترسانه البشريه ديال فريق الرجاء البيضاوي هذا الموسم. محمد فاخر اللي ذكر بانه اضاف الى اللائحه العربيه بعض لاعبي فريق الشبان في خطوه وصفت بيئه التشجيعيه والتحفيزيه لهؤلاء اللاعبين. ايوب عجنين، سفيان سعدان وبدر بنون، الى جانب ياسين قرين المنتقل حديثا من فريق اتحاد المحمديه. لاعبين الان اللي متواجدين مع فريق الرجاء بالنسبه للائحه العربيه. قاسم كريم، حسين علاء حسين، اكيد الكره العراقيه يعني عرفت وانجبت لاعبين كبار. يمكن تحدثت عن اللاعب نور الصبري حارس القوة الجوية العراقي والمنتخب العراقي. همام طارق، هذه محاولة تسديدة ولكن ضعيفة، كتمشي خارج أرضية الملعب وضربة مرمى. كنتابعوا محاولة إحصاء التسلل، أعتقد بالفعل كان هناك تسلل ديال اللاعب عادل الكروشي. قلت بأنه لاعبين كبار أنجبتهم الكرة العراقية. همام طارق أكيد الكل يتذكر نشأة أكرم اللي كان قريب من انضمام لفريق الرجاء واللي لعب للشرطه العراقي، النصر السعودي، الشباب السعودي، العين الاماراتي، ثم بالدوري القطري. مهدي كريم، كلها اكيد عناصر يعني قدمت مستويات كبيره للمنتخب العراقي. هذه محاوله لفائده فريق القوه الجويه العراقي. مثل خالد صالح في مرة الكرة في الجهة اليسرى عند همام طارق، يحاول انه يمرر تمريرة دائرية تدخل، محاولة خطيرة لفائدة القوة الجوية العراقي، ما خصوش يسدد. بالفعل كانت تدخل ديال فتاح بوخريس، ما كاينش هناك خطأ الان مرتد هجومي. ياسين الصالحي، ياسين الصالحي، حمزة بورزوق طلب الكرة في الجهة اليسرى، ولكن يعني حمزة بورزوق كانت التمريرة تكون اسرع وبالتالي الكرة كتخرج للشرط. كرة في وسط الميدان، هيثم كاظم طاهر، وضربة خطأ، ضربة خطأ لفائدة فريق القوة الجوية العراقي. كان سقوط ديال اللاعب مصطفى كريم عبد الله مهاجم فريق القوة الجوية العراقي. ذكر بأنه أحمد حمادي عبد الله مسجل الهدف ديال فريق القوة الجوية العراقي، يتواجد في الاحتياط، وبالتالي يمكن يكون ورقة من أوراق اللي غادي يلجأ لها مساعدي فريق القوة الجوية العراقي. وليد ضغط ومهدي جاسم، لاعب دولي عنده إمكانيات كبيرة. حمادي أحمد عبد الله، فيما هناك غياب بعض اللاعبين اللي كانوا خلال مباراة الذهاب. الحارس يعني وسام قاصد يغيب عن هذه المواجهة، عياد سدير وأكرم هاشم. أمين أرباطي، جماهير الرجاوية دائما تساند وتنتظر الهدف بعد مرور 26 دقيقة. دائما التعادل سلبي 0-2 بين الرجاء البيضاوي وفريق القوة الجوية العراقي. نذكر مرة أخرى بأن مباراة الذهاب انتهت بهدف ليميتي، مباراة اللي دارت بأربيل. هذه محاولة، الكرة الآن عند لاعب بوبكار ماكادجي لاعب النيجيري، تسديدة ولكن عرفت التدخل ديال أمين أرباطي. ياسين الصالحي كتضيع منه الكرة،
ترجع مرة أخرى لفائدة لاعب مصطفى كريم. علي سعد محمود، الحكم كيقول ما كاينش هناك خطأ، كيطلب مواصلة اللاعب، ولكن لاعبين ديال فريق القوة الجوية العراقي كيخرجوا الكرة. أمامنا الناخب الوطني رشيد الطوسي الذي يتابع هذه المواجهة إلى جانب مسؤولين كذلك على فريق القوة الجوية العراقي. غيتنفذ الشرط. عبد الفتاح بوخريس، امين الرباطي، بروح رياضيه كيتم اعاده الكره لفريق القوه الجويه العراقي. اكيد بانه هو تنافس تحت غطاء ولواء الاتحاد العربي الذي يامل من خلال هذا التجمع لاقوى الانديه بالوطن العربي وربط اواصر التلاحم والترابط بين الشباب العربي وتبادل التجارب خدمة للأندية العربية وللمنتخبات. ذكر بأن الاتحاد العربي ارتأى خلال الدور الأول عدم يعني التقاء ديال الأندية الآسيوية والإفريقية حتى الدور الثاني، وذلك لتأمين وضمان 4 أندية عربية من القارة السمراء ومثيلتها من القارة الصفراء. هذه محاولة من الجهة اليمنى، محسن متولي بإمكانه التمرير برزق طلق الكرة. محسن متولي شنو يعمل؟ كيمرر وتدخل ديال الدفاع. كانت محاولة جيدة لفريق الرجاء. عادل الكروجي، كل ما تمررت الكرة بسرعة كل ما كنتابعوا بأن هناك فراغات على المستوى الدفاع ديال فريق القوة الجوية العراقية. هذه تمريرة تدخل ديال اللاعب علي عبد الجبار اللي كيبعد على الكرة، والحكم المساعد كيعلن ضربة خطأ لفائدة فريق القوة الجوية العراقي. كل ما لعب الرجاء الكرة بسرعة كل ما يعني كيكون هناك فراغات على مستوى الظهر ديال المدافعين ديال فريق القوة الجوية العراقي. لاحظوا كانت مراوغة جميلة ديال محسن متولي، تدخل ديال أحمد محمد حسين اللي بعد الكرة. لاحظوا المراوغة ديال محسن متولي للاعب والعميد علي عبد الجبار. امامنا محسن متولي اللي غاب عن مباراة الذهاب الى جانب عمجد الدين الجناني الذي يتواجد في دكة الاحتياط. وجماهير الرجاء اكيد كالعادة حاضرة لمساندة ومتابعة هذا اللقاء جانب من الجالية العراقية التي هي الاخرى تشجع فريق القوة الجوية العراقي في هذه المباراة. الأندية الإفريقية الحاضرة في الاتحاد في كأس الاتحاد العربي. نذكر بأنه سجلت أندية القارة الإفريقية 29 هدف، 27 للأندية المضيفة وهدفين فقط للضيوف، فيما أندية القارة الآسيوية اكيد ملي كنذكر الانديه ديال القاره الاسيويه الحديث حول البقعه الاردني، حول يعني العربي الكويتي، النصر السعودي التي تصارع من اجل الوصول للمربع الذهبي. الانديه القاره الاسيويه سجلت 22 هدف بواقع 15 هدف للانديه المضيفه و7 اهداف للضيوف. قرآن في الجهه اليسرى، تم ابعاد الكره. حمزه برزق اللي غاب عن المباراه ديال فريق الوداد الفاسي الدوره الثامنه عشره. محمد فخر تاع اراحه اللاعب لهذه المباراه. بالمقابل تم اراحه محسن ياجور. هذه محاولات تدخل ديال الدفاع راسيه. عبد الفتاح بوخريس كيتمكن انه يسترجع الكره. حمزه برزق، حمزه برزق بامكانه يمرر، والحكم بالفعل كيعلن ضربة خطأ لفائدة فريق الرجاء البيضاوي على مشارف مربع العمليات. نتابع، كانت مراوغة ديال حمزه برزق، همام او لاعب علي سعد محمود هو اللي ارتكب الخطأ. نتمنى بان فريق الرجاء يستغل الضربات الثابتة.
حكم المباراة محمد بن نوزة كيطلب من اللاعبين ديال فريق القوى الجوية العراقي انهم يعطوا الامتار القانونية لتنفيذ ضربة خطأ. كتنفذ شمس الدين الشطيبي وتدخل ديال الحارس اللي كيبعد الكرة. ترجع مرة أخرى لفائدة فريق الرجاء زكريا هاشمي، تدخل ديال الدفاع الضغط لفائدة فريق الرجاء زكريا الهاشمي. شمس الدين الشطيبي، كوكو كيضطر انه يرجع الكره لامين العرباطي. شمس الدين الشطيبي لاعب سابق للمغرب الفاسي واللي تمكن رفقه حمزه بورزوق انهم يحققوا نتائج ايجابيه رفقه المغرب الفاسي بفوزهم بكاس الاتحاد الافريقي وكذلك بكاس العرش. هذه محاوله ولكن مهند قاسم كريم حارس القوة الجوية العراقي في المكان المناسب، وبالتالي حمزه بورزوق وشمس الدين الشطيبي يعني يريدان تكرار نفس الانجاز رفقه فريق الرجاء اللي تمكن من افتتاح هذا الموسم بلقب كاس العرش بعد الفوز ديالو في المباراة النهائية على فريق الجيش الملكي بضربات الجزاء الترجيحية. شرط لفائدة فريق القوة الجوية العراقي. همام طارق، ترجع مرة أخرى لفائدة مدنا خالد، ما خرجتش الكرة. تمريرة طويلة عند مصطفى كريم. مصطفى كريم كبرر في الجهة اليسرى. أعتقد ضربة خطأ بالفعل، ضربة خطأ لفائدة فريق القوة الجوية العراقي. حذري من ضربات الأخطاء خصوصا لفريق القوة الجوية العراقي لأنه يحسن التعامل مع ضربات الأخطاء. نذكر بأنه فريق القوة الجوية العراقي تمكن من تسجيل الهدف الأول اللي كان في مباراة الذهاب من ضربة خطأ كانت من الجهة اليسرى ديال الحارس خالد العسكري. نفاذ ضربة خطأ ولكن تدخل ديال الدفاع. هذا مرتد هجومي، محاولة لفائدة فريق الرجاء. ياسين الصالحي وهدف ياسين الصالحي يصالح نفسه مع الشباك. هدف أول لفائدة فريق الرجاء البيضاوي في حدود الدقيقة 35. كانت محاولة جيدة وبناء هجومي. ياسين الصالحي يتمكن من تسجيل الهدف الأول لفائدة فريق الرجاء البيضاوي. نتابع مرة أخرى تمريرة جميلة لياسين الصالحي، لقى نفسه وجها لوجه مع الحارس مهند قاسم كريم، يعني بطريقة ديال اللاعبين الكبار لأنه وضع الكرة لاحظوا في الجهة اليسرى من مرمى الحارس مهند قاسم كريم، وبالتالي افتتاح النتيجة خلال هذه المباراة وفرحة كبيرة لجماهير فريق الرجاء البيضاوي بهذا الهدف. هدف أكيد بأنه غيخلينا نتابعوا مباراة أخرى، مباراة